وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. إني رضعت مع الحليب هواك هيهات تجنح مهجتي لسواك. لو قطعوني فيك إربان بالظبا ما ملت الأقدام عن مسراك. أنت الحسين وكل من فوق الثرى أعماله مرهونة برضاك. ذلت لمنبرك العروش وطأطأت كل الملوك رؤوسها لعلاك. يا من توضأ للصلاة
جرحه وأجاب داعي الحق حين دعاك سبحته والسهم يفتك في الحشا وحمدته فسمعته حياك شمران شمر حز نحرك والذي أيوا حسينا شمران شمر حز نحرك والذي بالباب آذى فاطمة آذاك لاثنان في فعليهما بل واحد هذا إذا محصته هو ذاك نصب السقيفة للخلافة سلما دمعا وأجرى دمع فاطمة دما قسما برب الخلق طرا والسماء لولا سقوط جنين فاطمة لما أوذي لها في كربلاء جنين عن فاطمة قتل ابنها متفرع وبسقطها بالطف أودت رضعوا وبسيل ذاك الدمع أسيلت أدمعوا وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعوا في طيها سر الإله دفين لو ما الأول دخل في بيت حيدر ما حد على زينب يطب الخدر يقدر وشف اللطام هذه بصوت كسار ونار ورت بالباب وصلت للصياوي والله يا فاطم ما ذبح بالطف بنينك إلا أثيم من قبل سقط جنينك دخلوا عليك والدك يسمع ونينك ويبكي رسول الله
معك توني، وإن كان فاطم يا خلق كسرى ضلعها، وإن كان فاطم يا خلق كسرى ضلعها، زينب مشت للشام والأيتام معها، هذيك الأول عن إرث بوها منعها، وهذه منعها لا تصل يا بجثة حسين. واجري ما هو لأجل الثواب بجيت، والله واجري لكن نار بصميم القلب، واجري مصاب حسين ابد ما صار، واجري وعلى صدره تلعب خيل ميه. الأمر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. جاء في الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: ما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة عليها السلام وأسعدها عليه، ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى حقنا. ما من أحد من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم ورد عنه في الروايات الشريفة كما ورد في البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، على الرغم أنه قد ورد بأن الذي جرى على الزهراء صلوات الله وسلامه عليها أشد وأعظم. ومع هذا وهو أول يوم أو أصل يوم العذاب يوم فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، ومع هذا لم ترد الروايات في البكاء على الزهراء وعلى مصابها كما ورد في البكاء على الحسين عليه السلام. وإذا رجعنا إلى ظلامة أمير المؤمنين علي عليه أفضل الصلاة والسلام، نجد أن عليا ظلامته من أكبر الظلامات، وأنه أول من ظلم
وبعده قد ظلم أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ومع هذا ما ورد في الروايات على أنه قد فلقت هامته إلى نصفين في محراب صلاته في البكاء عليه كما ورد في الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ومن هذه الروايات هناك روايتان ضمنت البكاء على الحسين عليه السلام وإسعاد الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. شلون إسعاد الزهراء؟ الرواية الأولى عن زرارة عندما قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة عليها السلام وأسعدها عليه، ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى حقنا. هذه واحدة. الرواية الثانية عن أبي بصير، رواية طبعا هذه طويلة، ولكن محل الشاهد حينما أشار الإمام الصادق عليه السلام إلى أبي بصير وقال إليه: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ لما تريد تكون مع الذين يسعدون الزهراء عليها السلام. محل الشاهد: لماذا هذان الرجلان يحدثهما الإمام الصادق عليه السلام؟ النقطة الأولى في أن هذان الرجلان في باب التجريح والتعديل وبين الثقات وفي علم الرجال ما قيل في حقهما رضوان الله تعالى عليهما. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: بشر المخبتين بريد بن معاوية البجلي وأبا بصير ليث بن البختر المرادي ومحمد بن مسلم وزرار بن أعين، 4 نجباء أمناء على حلال الله وحرامه، ولولاهم لانقطعت آثار النبوة واندرست. أي واحد أهلا لأن يستقبل علوم محمد وآل محمد من الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فاختار هذان الرجلان وحدثهما عن البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه من أعظم المصائب، مصيبة لا تقاس بأي مصيبة أخرى، مصيبة ما تقاس مع المصائب الأخرى مصيبة الحسين، وعلى أنها لا تقاس مع أي مصيبة أخرى أن المدرك منها عظيم والخفي منها أعظم. في بعض الروايات مو بكاء على الحسين عليه السلام، تباكي يدخل الجنة، تباكي يدخل الجنة على الحسين، من شدة الروايات والحرص على البكاء على أبي عبد الله الحسين. فاختار هذان الرجلان ليحدثهما عن عظم البكاء ومصاب الحسين عليه السلام وما يؤدي إليه هذا البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أما بالنسبة إلى ما قاله الإمام صلوات الله وسلامه عليه في إسعاد الزهراء، فإن البعض قد يتصور بأن إسعاد الزهراء هو إدخال السرور على الزهراء، والمعنى خلاف هذا، غير صحيح إدخال السرور على الزهراء، وإنما معنى الإسعاد مختلف تماما عن السرور وإدخال السرور. المعنى
من أرباب اللغة وأقدم أرباب اللغة من القرون الأولى أوضحوا معنى الإسعاد في ذلك الزمان، وهو المعنى الصحيح، كما أن بعضهم ذكر روايات عن النبي صلى الله عليه وآله في معنى الإسعاد حينما قال لا إسعاد في الإسلام، وفي رواية أخرى لا إسعاد ولا عقر في الإسلام. الخليل ابن أحمد الفراهيدي في كتابه العين يذكر معنى الإسعاد بعد أن روى تلك الرواية عن النبي صلى الله عليه وآله لا إسعاد في الإسلام. قال بأن الإسعاد الإعانة والمساعدة، بمعنى أن امرأة فقدت عزيزا لها فيذهبن الأقارب الجيران إلى تلك المرأة طبعا من النساء ويبكين وينحن معها لحول كامل، يعني سنة كاملة. ولذا قال لا إسعاد في الإسلام لحول كامل، ولكن معنى الإسعاد أن يعين الفاقد في البكاء والنوح، ولا يستعمل، يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي، الإسعاد لا يستعمل إلا في البكاء والنوح. هذا الإسعاد. اثنين، الأزهر في كتابه تهذيب اللغة ورد في معنى الإسعاد كما فسر الخليل بن أحمد الفراهيدي، وعبر عن معنى الإسعاد بأن واحدة من النساء ممن فقدت لها عزيزا يأتين النساء إليها وينحن معها ويعينها على البكاء في النوح لفقدها العزيز. أما الثالث في نهاية كتابه الأثير ذكر كما ذكر الأول والثاني، وأن الإسعاد لا يكون إلا في النوح وفي البكاء. عندما نعلم أن معنى الإسعاد هو الإعانة في البكاء والنوح، نجي نطبق هذا المعنى اللغوي على الروايتين. الرواية الأولى عن زرارة بن أعين عندما قال له الإمام ما من باك يبكيه إلا وقد وصل فاطمة عليها السلام وأسعدها عليه، ووصل رسول الله صلى الله عليه وآله وأدى حقنا. شلون يعني أسعد فاطمة وأسعدها عليه؟ بمعنى أن فاطمة، من خلال المعنى اللغوي، أن فاطمة تبكي للحسين عليه السلام وتنوح للحسين صلوات الله وسلامه عليه، وشيعته ينحن مع الزهراء عليها السلام لمصيبته صلوات الله وسلامه عليه. إذا النوح البكاء في هذه الليالي إسعاد للزهراء، مو إدخال للسرور عليها، وإنما إعانة في البكاء والنوح لأنها تبكي ولدها. أما في الرواية الثانية عن أبي بصير عندما قال له الإمام صلوات الله وسلامه عليه أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ يعني يقول أبا بصير دخلت على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وكان يذكر إذ دخل عليه ولده فضمه إلى صدره واختنق بعبرته، فالتفت إلي وقال يا أبا بصير كلما أنظر إلى ولد الحسين يأتيني ما لا أملكه. يقول بعد مو بيدي البكاء والنوح عندما أنظر إلى عيال الحسين وإلى أي أحد من نسل الحسين لما جرى على الحسين عليه السلام. وصار يقول إليه الإمام بأن قد بكته الأنبياء والملائكة والصديقين والشهداء
وصار يعظم يوم الحسين صلوات الله وسلامه عليه، إلى أن قال إليه: يا أبا بصير، أما تحب أن تكون في من يسعد فاطمة؟ يقول أبا بصير: اختنقت بعبرتي الإمام ويدعوه إلى البكاء على الحسين عليه السلام، فلم أستطع الكلام من البكاء. صار يبكي أبا بصير عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، اغرورقت عيناه بالدموع، إلى أن قالت الرواية وهو يتحدث عن نفسه أبي بصير، قال: في ذلك اليوم ما انتفعت بطعام، يقول بعد ما أكل من الأكل، وكان صائما وجلا، يعني مضطربا من الحالة التي رآها. فقام الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مصلاه وصار يصلي، فاستأذنت منه وخرجت. يقول فأتيته بعد ذلك، فلما سكن الإمام سكنت معه. يقول وحمدت الله بأن لم تنزل علي عقوبة من العقوبات، الإمام ويدعوني إلى البكاء على الحسين عليه السلام، ما عرف شنو يسوي أبا بصير. فوقف في هذا الموقف عند الإمام صلوات الله وسلامه عليه، مما يدلل على أن جميع الأئمة حثوا على البكاء على الحسين عليه السلام. معاوية ابن وهب عندما دخل على الإمام الصادق عليه السلام ورآه يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى بذلك الدعاء، يقول سمعته يقول: يا من خصنا بالشفاعة وحملنا الرسالة، يقول إلى أن قال: اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس. يقول سمعته معاوية بن وهب: اللهم فارحم تلك الوجوه التي غيرتها الشمس، وارحم تلك الأعين التي جرت، وارحم تلك الأدمع التي جرت حرقة لنا وعلينا. وصار يذكر ما جرى على الحسين، وكيف أن يوم الحسين قد أقرح جفونهم. إن لقتل الحسين عليه السلام حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. شنو هذا المصاب العظيم اللي كل الروايات تحدثت عنه، وتحدثت عن فضل البكاء على الحسين عليه السلام وما جرى عليه. ولذا على بوغائها وهو ينادي: شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو شهيد فاندبوني. ليش يا أبا عبد الله؟ فأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، ليتكم في يوم عاشوراء جميعا. أيوا حسينا وإماما جئت أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني. بنتي اسكني بلغي واجب تحياتي. بنتي اسكني بلغي
سمعني قولي لشيعة نوح على في بارد الماء يذكروني في عطش كبدي وذكرون قاسات البلاء في كربلاء وحدي قولي لشيعتنا نوح على الماء ويلي ويلي ولا تخبريهم بالشمار يوما على صدري وحسينا ولا تخبريهم بالشمار يوما على صد داس ابن عالي ومكن البتار في نحري قولي لشيعتنا نوح على ضامي 3 أيام وما شربت من العطش قاطرة قولوا لشيعتنا نوح على الماء ولا تخبري بالأعوجية ايش سوت بحالي ولا تخبري بالأعوجية ايش سوت بحالي صعدت على صدري سكنة وشالت أوصاف قولي لشيعتنا نوح على الماء ماتم لولا كل فرض يحسين والله ماتم وحق جبده كل منا ثليث ماتم إلك بقلوبنا منصوب ماتم لذكرك يا ذبيح الغاضري يا ميتا ترك الألباب حائرة وجسمه 3 بالعراء تركا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم شافي مرضانا اقضي حوائجنا المؤسسون الحاضرون تقبل اللهم أعمالهم أوسع اللهم في أرزاقهم أرواح موتاكم ولكل من مات على الإيمان والهدى لا سيما إلى روح
سماحة الشيخ على الله تعالى مقامه، وإلى أرواح العلماء والشهداء نهدي للجميع ثواب المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات.